السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا بينا على النبي. وقبل ما ندخل الفيديو ونقول هنعمل ايه، يا ريت اللي ما اشتركش عندي في القناة يشترك في القناة. وبجد بجد انا زعلانة منكم على قلة التفاعل على الفيديوهات وعلى عدم وضعكم لللايك. يا ريت تحطوا لي اللايك عشان الفيديو يترفع. انا فعلا القناة علشان سبتها فترة المشاهدات بتاعتها وجعت والاحصائيات بتاعتها وجعت خالص. فبالله عليكم كده ساعدوني وتفاعلوا معايا في الفيديوهات وحطوا لي اللايك واكتبوا لي كومنت حلو، ويا ريت تشاهدوا 5 دقايق من الفيديو علشان تتحسب لي مشاهدة. صلوا بينا كده على النبي. والنهاردة هعمل أكلة كلكم عارفينها، بس أنا ليا فترة ما عملتهاش وولادي طلبوها مني بشدة. تمام. هي الكشري أنا بعملها بطريقة حلوة جدا، إن شاء الله بإذن الله لو جربتوها هتعجبكم جدا ومش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. أول حاجة أنا بعملها بحط مية مغلية على النار، ويا دوبك على بال ما المكرونة تتسلق بحط المكرونة الاسباجيتي والمكرونة الهلالية أو أي نوع مكرونة أنت تفضليه في المية بعد ما تغلي مباشرة، وبظبط الملح بتاعها. وبصوا أول ما بحط المكرونة الاسباجيتي بديها تقليبة، مش بحط زيت ولا بحط أي حاجة خالص، والمكرونة مش بتلزق معايا وبتطلع كلها مستوية زي بعض، سواء صغيرة ولا سباجيتي أو كانت كبيرة. كلهم بحطهم في حلة واحدة، لأن أنا بعرف ناس كده بتعمل الكشري بتحط كذا حلة وكل نوع مكرونة بتسلقه لوحده. لا، جربوا الطريقة دي. وعلشان ولادك أو علشان أي حد لما يجي ياكل من الكشري ما يديكش من المكرونة الاسباجيتي تكون طويلة كده وتوجع وتبهدل الدنيا، لا انا بكسرها كده على 2 او على 3 بحيث اللي ياكلها بالمعلقة ياكلها بالشوكة فتكون سلسة وسهلة معاه وما تضايقهوش. حطينا المكرونة تتسلق وكنت مقطعة حوالي بصليتين او 3 بصليات كبار شرايح زي ما انتوا شايفين. مش بحط على المكرونة زيت زي ما قلت لكم، مش بحط على البصل لا دقيق ولا نشا، لان في بعض الناس بتحط على البصل دقيق ونشا، وبصراحة انا جربتها مرة ولقيتها مش حلوة. لقيت ان انت لما تعمليها كده في زيت غزير زي ما انتوا شايفين فبتكون حلوة. هنا كانت الجزازة بتاعت الزيت كان فيها نقطتين زيت فاستخسرتهم بصراحة، فضيت الباقيين على البصل. بصوا بص، دي طاسة التحمير، دي الطاسة الراعي الرسمي لكل مطبخ مصري. كدابة اللي تقول ما عندهاش الطاسة دي. الطاسة دي بنحمر فيها بطاطس، أحلى بطاطس بيتحمر في الطاسة اللي زي دي، أحلى بدنجان أحلى فلفل أحلى بصل يتحمر في الطاسة دي. اللون البني اللي فيها ده مش أوساخ، ده هي من كتر ما بنجلي فيها، من كتر ما بنجلي فيها والله بتتغسل، بس هي على الوضع ده. خدت مرة كده وحركتها ونضفتها حلو جدا، وإن شاء الله هعملها فيها كده ده برضو تاني. هحرجها وهنضفها وهوريكم أنا بعملها ازاي بترجع كأنها جديدة. تمام. حمرنا البصل في شوية الزيت الصغيرين اللي وريتهم لكم دول، ومش هنسيب الزيت في حاله، لا، هنعمل منه الدجة بتاعة الكشري أو والصلصة، وهناخد منه كده حوالي معلقة من الزيت على وش المكرونة كده ونديها تقليبة، هتاخد من نكهة البصل وهتفلفل لك المكرونة خالص وهتديلك نكهة وطعم للكشري، هيوديها في حتة تانية خالص. الناس اللي بتستغرب محلات الكشري بتفضل المكرونة الآخر حباية من المكرونة بتفضل مفلفلة كده وحلوة وبتلمع، من ايه هو السر في كده؟ بياخدوا جزء من زيت التحمير بتاع البصل وبيحطوه على ايه، على المكرونة، وبيحطوا منه برضو على كل المكونات. خدت شوية من زيت البصل، الحتت كده او الفرافيت البني دي اللي انتوا شايفينها دي بصل متحمر يعني مش حاجة يعني. خدت منه وهحمر الشعرية علشان نعمل الكشري الرز بتاع الكشري، اللي هو بنحمر الشعرية وبعد ما تتحمر كده وتاخد اللون الحلو اللي احنا عارفينه اللون البني، وبعد كده لونها لما هتستوي هيفتح. وبعد كده ايه هنحط مية علشان الشعرية تنفش. اعملوا الحركة دي وهتاخدوا احلى رز كشري بجد، طعمه وحده كده يتاكل وحده. بعد ما بحمر الشعرية بحط لها مية مغلية وبظبط الملح بتاعها وبحط لها كمون، وبعد كده اروح مفضية الرز ومفضية
لو حط عليها كبشتين 3 من العدس بجبة. طبعا هنشوف كده موجودة في التصوير ولا ايه، لان التليفون بتاعي بيخرف ساعات بيحذف لي مقاطع، بكون فاكرة ان هو بيصور وهو للأسف ما بيصورش. خدت برضو جزء من الزيت علشان اعمل الصلصة بتاعة الكشري. التوم كده كنت دقاه على الهون، ولقيت ان هو حبته كده زي ما انتوا شايفين كبيرة شوية، فخدته كملته فرم على الكبة. فهنا بصوا، اول ما نزلت بالثوم كده لازم يكون الزيت سخن. الزيت اللي خدناه زيت من تحمير البصل. هنشوح التومة حلو جدا كده، ون ونخليه كده تنشف معانا التومة كده وتبقى لونها ذهبي حلو، مش لونها غامق، لازم يكون لونها ذهبي علشان ما يتمررش معانا الصلصة. بصوا حبة التوم البسيطة دي جدا هعمل منها الدجة بتاعة الكشري اللي بتميز الكشري. بصوا التومة اهو بدأت تاخد اللون الذهبي وتبدأ تنشف، يعني تحسيها ان كده خفت كده في المعلقة انتوا بتقلبيها وبدأت تتنشف خالص. اروح نازلة عليها بشوية خل حلوين، حوالي كده ربع كوباية من الخل. برضو انا مشغلة كل العيون في وقت واحد، يعني هنا بجهز الصلصة بتاعة الكشري، وحاطة الشعرية تتحمر على العين التانية، وحاطة العدس بجبة يستوي. هياخد 3/4 سوا، وهاخد منه جزء اعمله في الرز، والجزء التاني للتزيين من فوق كده على وش طبق الكشري. بصوا اول ما التومه كده خدت اللون الذهبي الحلو، حطيت عليها الخل. وهنا زي ما بقول لكم كده الشعريه اول ما خدت اللون الحلو بتاعها، حطيت عليها الميه المغليه او ميه عادي بس تكون سخنه، تاخد غلوة. الشعرية دي هتنفش معاكي، هتدي لون حلو وهتدي طعم حلو جدا للرز. بصوا انا الطماطم يا دوبك نضفتها، شلت منها الزر بتاعها وحطيتها في الطشة بتاعت الصلصة. ليه انا عملت كده وما عملتهاش على الخلاط؟ عادي جدا لو ضربتها على الخلاط، كل السر ان انا الخلاط بتاعي باظ، فانا عملتها كده عشان تاخد تسوية، واعملها على الكبة بحيث ان الطماطم تطلع معايا ناعمة وما تبانش كده فيها زي الخيوط او قشر الطماطم ما تبانش فيها. فالطماطم انتوا خلطيها على الخلاط عادي، انا عملت الخطوة دي علشان اسهل على نفسي لما اجي اضربها على الكبة تبقى ناعمة جدا كأني ضربها على الخلاط. بصوا هنا الشعرية بعد ما خدت غلوة، بصوا لو تشوفوا الشعرية تضاعفت ونفشت معانا. حطيت لها الرز وحطيت العدس اهو واخد 3/4 سوا، وهقلبهم تقليبة كده، هزودها سنة كمون، وبعد كده اغطي واوطي. هي هتاخد اول غلوة ووطي عليها خالص وغطيها ما افتحش غير بعد كده ما تتشرب من كل المية او السائل اللي فيها. بصوا الطماطم خدتها انا وضربتها على الكبة وادتني اهو نتيجة الى حد ما حلوة شوية. يعني الخلاط باظ، حاجة باظت مننا ما هنوقفش. بصوا هنا هو بقول لكم اهو عشان ما تفوتكمش اللقطة دي. هنا اول ما المية بدأت تتشرب معايا وبدأت آه، تتنشف، حطيت لها معلقة كمون واديتها تقليبة وغطيتها ووطيت خالص عليها. هنا الدجة عملت خدت شوية التوم الفاضلين وحطيت عليهم مية وحطيت عليهم خل وحطيت عليهم كزبرة وحطيت عليهم كمون ومكعب من المرق وحوالي ربع كوباية حلوة كده من الخل، واظبط الملح بتاعها واسيبها تغلي غلوتين على النار، واحلى دجة كشري. عملت الدجة دي ازاي؟ هنقول المكون التاني. حطيت ربع كوباية من الخل، ان انا بعمل شوية صغيرين من الدجة، عاوزة تزودي ضعف الكمية. حطيت مكعب من المرق، حطيت معلقة كبيرة توم، حطيت كمون حرة، وظبطت الملح بتاعها وحطيت كمون. تمام. هنا خلاص العدس اهو، بصوا شويه اللي سايباهم كده علشان ازين بهم طبق الكشري من فوق. بصوا العدسية مستويه بس في نفس الوقت مش مهريه، يعني ماسكه نفسها كده وشكلها حلو. بصوا كمان الرز ما شاء الله بعد ما استوى، وفي الشعريه حلوه ازاي وباينه، ده كمان الاضاءه ظلماه والتصوير ظالم. الرز كان طالع حلو جدا وابيض، والشعريه لونها كده فاتح اهو. جربت لكم انا تقريبا حطيت التليفون كله في حلة الرز، وما شاء الله مفلفل جدا. وهنا الدجة بتاعت الكشري خلاص خلصت، والصلصة بتغلي، واحلى كشري ممكن تاكلوه. بصوا ما شاء الله الرز حلو جدا، بس والله التصوير
والاضاءة ظالمين الرز خالص. هنا غرفت كده في الحتة اللي في طشاية كده، في الطشاشة بتاعة التوب شوية كشري كده. يعني لازم ادوق انا الاول، لازم الكشري لما اعمله احط شوية كده صغيرين لنفسي ادوقهم الاول واعاين الكشري ايه وضعه ايه اخباره. غرفت بقى لكل الموجودين، كل اللي جاي يتغدى غرفت له وعجبهم جدا. جربوه بطريقتي، وجربوا ان انتوا تعملوا البصل في الزيت وتاخدوا من الزيت وتحطوا لكل مكوناته وكل الحاجات بتاعت الكشري، هيديكم طعم ونكهة حلو جدا. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. السلام.